بيذاكر وقت بسيط جدا جدا. هو مخه نبيه وكويس. طب تفتكري ليه؟ عشان انتوا عايزينه متفوق؟ هو اصلا متفوق يا دكتور، بس انقلب من ساعه ما يعني من ساعة ايه؟ مثلا حضرتك من ثالثه اعدادي كده حسيت ان هو ابتدى لا يعني طب ايه اللي يذاكر حصل في قليل، ثالثه يذاكر اعدادي؟ لا يعني حضرتك استهانة. اسمعيني بس، عشان انا لازم اعرف ايه اللي حصل في ثالثه اعدادي. ما حصلش حاجه، هو بس يمكن نقل مدرسته، يعني غيرت له المدرسه ايوه بتاعته، بس راح المدرسه الجديده وانبسط فيها وانبسط باصحابه جدا برضه. يعني ما حصلش دروب مثلا، حسيت انه فرق معاه نفسيا ده جامد تفسير ابدا. حضرتك، ده تفسير حضرتك، لان تغيير المدرسه او تغيير مكان البيت وتغيير الاقامه من اهم عوامل نشوء اضطراب في التحصيل الدراسي. ايوه. طب انا بقعد بكلمه انا وبابا كتير جدا. لا ما تكلمهوش. وبننصحه. لا. وبنبين له مثلا نتيجه المذاكره ايه وعدم المذاكره لا ايه. لا كفوا عن ذلك. هو عايز يبقى عاطل ولا عايز يبقى عالم؟ لا يعني اكيد بس طبعا. حطوا السؤال ده واتركوه. انها مسؤوليته هو. ربنا يديكوا طولة العمر، مش هتعيشوا للابد. فلازم بس هي كلمة ورد غطاها، ما تقعدوش تاخدوا وتدوا، لان دي مسألة صعبة جدا. كل ما انتوا بتلحوا يعني كل ما هو هيعند. اوكي. ببقى شايفاه يا دكتور حضرتك. نعم. ببقى شايفاه حضرتك يعني بتيجي شكوى مثلا من المدرسة، مش عامل مثلا واجباته، مش جايب الكتب بتاعته، واخد بال حضرتك؟ ايوه. طيب وبعدين طب ما هو يعني انا لما بسمع الحاجات دي طبعا بتضايق، بضطر ان انا بكلمه مثلا هو بينجح لكم؟ هو أيوة بيعمل بينجح، واجب بس هو ممكن لكم؟ يبقى احسن من كده. يا العند ده ستي سببه يا إيه؟ ستي يا ستي، انت تسعين الى الكمال. يعني هو رسب. بص حضرتك هو يعني لا عشان يسكتنا شويه عن الكلام معاه ممكن هي يذاكر اللي مثلا عندها عند. استاذة عبير، استاذة عبير، انا هضم صوتي لصوت حضرتك وهسأل السؤال للدكتور خليل بطريقة اخرى. ده ابني اللي انا حريص عليه وعايزه احسن واحد. ايوه. وربما شايف ان قدراته جميلة جدا وذكي ونبيه. ده كان طالع في الاعدادية رقم 2 ولا رقم 1 مثلا يعني. ايوه. يا ابني لا مش هذاك، بيعاندني في المذاكرة. وبعدين انا عايزه احسن مني. انا بفكر بطبيعة اولياء الامور دلوقتي. بس هنا وبعدين انا مش عايز ابني دي سنة كاملة تضيع عليه وتقديره يضيع وهو عنده يعني انت عارف لو هو هاجي اقول قدراته ضعيفة ماشي على قد قدراته. لكن يا ابني ذاكر وعنده وقت انه يذاكر. طب يا ابني ما احنا موفرين لك كل حاجه. طب يعني انا بتكلم دلوقتي معلش يا دكتور، خلينا اتكلم بطبيعه ولي الامر عشان دي مشكله موجوده في كتير من بيوتنا. شوف حضرتك، وعايزين نوجد لها حل. شوف حضرتك، انا بعتبركش فضيله الشيخ رمضان دلوقتي. شكرا ليك يا مدام عبير. انت ولي الامر. انت اناني. انا مش الشيخ رمضان دلوقتي، انا ولي الامر. انت اناني. تمام. انت عايز تفوقه ينسب اليك، وطول ما انت بتلح وبتعند في كده طول ما الولد هيلح ويعند، ولما يفشل او ما يجيبش قدراته هو بيفشلك انت. طب لحظة بقى، انا ممكن اتفق مع حضرتك في جزئية ان انا ما احبش ابني يكون راسب ولا ساقط، احب ابني افتخر بيه ويبقى احسن حاجة. ممكن اتفق مع حضرتك في الجزئية. بس هو في فرق، انت مش عايزه راسب او فاشل، انت عايزه احسن واحد في الدنيا. طب هو في مانع ان انا اتمنى ان ابني نضغط عليك؟ لا مش هضغط. لا ما احنا دلوقتي مش بنتكلم في حاجه اسمها حريه الخطا، حريه دون تكراره، حريه اللاعب. لا انا بص يا دكتور، انا مش بعمل صدام في الحوار مع حضرتك. لا عفوا، انا بس القضيه كلها انت ولي امر. انا كولي امر ماشي. باجي اقول طب يا دكاتره يا مشايخ يا متخصصين، انا عندي ابن ماشي. الابن ده اولا شاهد الاساتذه والمعلمين والمتخصصين انه ولد شاطر. بس هو لما دخل الثانويه في اولى ثانوي كان كويس قوي، في ثانيه سنه زي الفل. دخل في السنه بقى اللي هي فيصليه في حياته، انا عايز اشق طريقه كويس. اداؤه غير مرضي، اساتذته بيشتكوا منه. طيب قولوا لنا حل، نعمل ايه؟ اكلمه؟ لا ما كلموش. طيب مين يكلمه؟ طب نعمل معاه ايه؟ طيب فهمني يا استاذنا؟ فهمت. بس لا، يجب ان نبحث عن الاسباب.
أيوة. فلكل نتائج مقدمات. جميل. نبحث عن الأسباب الأسرية. آه. في إيه في البيت؟ ما قالتلناش كل حاجة. أيوة ماشي. جو البيت، طيب. جو المذاكرة، جميل. جو المدرسة. ما آه. هي بتقول هو مبسوط مدرسة، لكن يمكن مثلا عنده ارتباط عاطفي ولا حاجة. يمكن في مرحلة البلوغ. هو 17 سنة، هو عدى. يمكن في ارتباط عاطفي، يمكن بينفق وقت كتير على النت ونحن ما نعرفش فين. معايا شيء؟ نعم. فهناك عوامل نفسية واجتماعية وأيضا عضوية. ما يمكن في حاجة يعني خفية علينا مثلا مضايقة. يعني يجب أن نبحث عن الأسباب، مش إن احنا نزن ونقول له ذاكر 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 واطلع. طيب، يبقى أول خطوة إن أنا أجي حوار كده، يعني هعتبر إنه مش حوار بين أب وابنه، حوار ما بين صديق وبره وصديق. البيت. بره البيت. وبره البيت. يا مدام عبير، حضرتك مثلا تيجي في يوم كده تقولي له يا محمد يا حمادة whatever، يعني أنا عزمك على الغدا بره. الله. هو سلام. في ترفيه وترويح في الأسرة دي؟ لا في يعني ثقافة الويك اند؟ مفيش. نعملها دي. أيوة. وبعدين مثلا ما فيش مانع كده ان انا اجيب له مثلا ايه، يعني قميص لونه حلو هو كان حبه، اي حاجة معينة يعني، فالهدية لها وقع على الناس. بارك الله فيك. وتقعد تتحاور معاه. نعم. تمام كده. تمام. طيب بس ما تجيبلوش عروسة عشان تزويج الابن المضطرب او المدمن حاجة، يعني الكلام بيجيب بعضه. حاجة موجودة في المجتمع وقاسية جدا ومؤلمة، لأنها بتضر البنت قبل ما بتضر ابنها. صحيح صحيح. أكرمك الله. طيب، في مرحلة بعد بقى أما نبحث عن الأسباب، يعني في خطوة تانية نبتدي نعالج الأسباب. طيب، أحيانا يبقى السبب علاجه مش عندي، عند أستاذ في المدرسة، في لا يعني مثلا جاي يقول مثلا، يعني عايز يخطب بنت. بفترض أي حاجة كده في ثانوية، انا جاي انا بحب فلانه وعايز اخطبها. طب يا ابني ده طيب ماشي، احنا ما عندناش بس لا نروح نخطبها، بس هتصرف منين يا حبيب امك مثلا؟ يعني يعني طب انت لما تيجي مناسبه من المناسبات يعني هتجيب لها هديه منين؟ ارميه في اليم وهو سيتعلم السباحه. حلوه، ارميه في اليم دي. وامشي في الوحل تتعلم كيف تحفظ توازنك. تمام. انما تفضل متعقم خلاص كده. يبقى مدام عبير وكل ولي امر يعني نبحث عن اسباب تغير ابنائنا في حياتهم الدراسيه او في حياتهم الاسريه. الولد على غير عادته، الولد ما كانش انفعاله كده، الولد ما كانش بيرد على مامته، نعرف ايه اسباب، متى واين وكيف حدث التغيير ولماذا استمر. ايوه بالضبط كده. ام محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طولت عليك يا أبو محمد. وأحسنت التطويل. أكرمكم الله. اتفضل. ممكن أسأل دكتور خليل؟ اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني عنده 24 سنة. أيوه. جاله من 2007 مرض، أنا ما كنتش أعرف ده إيه الأول. قلت يمكن حد ضحك عليه بسجارة أو حاجة، بعد كده قالوا لي لا ده انفصام في الشخصية. عفوا بس هو ما فيش حاجة اسمها انفصام في الشخصية، في حاجة اسمها انفصام العقل، هي بتتقال كده غلط. اللي هو الشيزوفرينيا. هو بيبقى كويس جدا، بياخد هو علاج سوكيدال سيتالسيل. ايوه. فبيمشي كويس جدا، وفجأة بعد فترة طبعا هو حضرتك عارف الأعراض بتاعته، ان هو يتهيأ له ان في حد عامل له حاجة. أيوة. في حد واخد كليته واخد مشاعر اضطهادية وأوهام وهلاوس وضلالات. ايوه، الحكومة مسيطرة علينا، وان حسني مبارك عمل مش عارف ايه، في حد في العيلة عنده المرض ده او حاجة شبهه؟ شوف جاوبت بسرعة خالص. ان احنا لان انا طبعا سألني السؤال ده، لان انا 4 سنين انا وديته لابو العزايم اول مرة. بلاش اسماء. يعني بلاش اسماء، انا بقول لحضرتك عادي يعني. اتفضلي. فادوني العلاج دوت، وقالوا لي لمده 3 سنين، وبعدين بعد كده ابتدى هو يقرف من العلاج ومش عايز يكمل. طيب. ويرجع يترد تاني. يعني هو بيتخيل احيانا ان حد خد كليته. ايوه. وان هم خدوه تحت الارض. ده سنه قد ايه يا محمد؟ 24 سنه. حضرتك عارف انا لو هو ابني غاب عني يوم كنت ممكن اصدق من كتر الحاجات اللي بتتحكي. أيوة. كنت ممكن اصدق ان فعلا حصل له كده. لكن انا بقول له حبيبي انت ما بعدتش عني خالص. طيب. لا هنجاوبك يا ام محمد، وان شاء الله ربنا يطمن قلبك عليه ان شاء الله، وربنا يشفيه ويعافيه.